كيف نحصل على صورة احترافية بكاميرا الموبايل؟ شاع استخدام الأجهزة النقالة بالفترة الأخيرة وخصوصاً استخدام الكاميرا اللي تحتويه، وذلك نظراً لخفة وزن الموبايل وسهولة حمله واحتواء على ذاكرة كبيرة نقدر نخزن بها أكبر عدد من الصور، إضافة إلى سهولة نشرها على السوشيال ميديا بدون وسيط. وهسه نجي على أهم النصائح حتى نحصل على صورة احترافية بكاميرا التليفون. أولاً هي الإضاءة، والإضاءة هي من أهم النقاط اللي لازم ننتبه لها من نصور بأي كاميرا، مو بس كاميرا التليفون. ومن نريد نصور بكاميرا التليفون يفضل إنه تكون إضاءة طبيعية، يعني مثلا أشعة الشمس بس الغير مباشرة، يعني مثلا الأشعة اللي جاية من الشباك، أو مثلا نصور خارجي بس نكون واقفين بالظل، هيك راح تعطينا الإضاءة حلوة وسوفت ونحصل على صورة كلش حلوة. وإذا وقفنا بنص الشمس راح تحترق الصورة وما تطلع عندنا ملامح واضحة، فنبتعد عن الأماكن الكلش ضاوية. ولازم من نصور ننتبه انه تكون الاضاءة موجهة على الموضوع وخلف الكاميرا، يعني تكون على الموضوع اللي نريد نصوره مو خلفه، هيك راح نحصل على صورة ممتازة. ثاني نقطة لازم ننتبه لها من نصور بكاميرا التليفون هي الفوكس، والفوكس هو هذا المربع الأصفر أو الأبيض اللي يظهر بالشاشة من نشغل كاميرا التليفون. يعني مثلا دا نصور بورتري اللي هو تصوير الأشخاص، نلمس الشاشة على وجه هذا الشخص اللي نريد نصوره، راح نشوف الصورة صارت أوضح وبعدين نصور. ثالث نقطة لازم ننتبه لها بتصوير في كاميرا التليفون هي الاهتزاز، وهاي من أهم المشاكل اللي تصير خصوصا كاميرا التليفون. لازم من نصور ننتبه انه تكون الكاميرا مسنودة، يعني مثلا ما نصور واحنا ايدنا بعيدة عن جسمنا، لازم تكون مسنودة الى صدرنا، او مثلا ننتجي على حائط مجاور لنا او شجرة، راح نشوف الصورة صارت احسن واحلى. وايضا نصيحة ناخذ اكثر من صورة لنفس الموضوع وبعدين نختار الصورة المناسبة ونعالجها. رابعا الفلاش مال كاميرا التليفون أفضل إنه نبتعد عن استخدامه. ليش؟ لأنه من نفتح الفلاش راح نشوف إنه أكو بقعة بوسط الصورة راح تصير على منطقة معينة، والمنطقة الثانية حتكون مظلمة أو إضاءتها يعني مو متوزعة بصورة مناسبة، فنبتعد عن استخدام الفلاش لأنه يشوه الصورة. وش قد ما طوروا أجهزة التليفون الفلاشات بس بعده يعني محدود، فما نستخدمه. خامس نقطة لازم ننتبه لها هي نظافة العدسة. مثل ما تعرفون جهاز التليفون 24 ساعة بالإيد، وممكن نحطه على سطح مو نظيف أو بالجيب أو بالجنطة، تتعرض عدسة التليفون إلى الكثير من الأوساخ، فلازم نمسح العدسة قبل ما نصور حتى نحصل على صورة واضحة، لأن إذا كانت العدسة غير نظيفة ممكن تنطينا صورة مشوهة بالكامل. سادساً زوايا الكاميرا. طبعاً زوايا الكاميرا عديدة وغير محدودة وتعتمد على ذوق المصور واختياراته. اكو 3 زوايا اساسيه بالتصوير، وهي زاويه فوق مستوى النظر، وزاويه بمستوى النظر، وزاويه تحت مستوى النظر. زاويه فوق مستوى النظر حتكون فيها الكاميرا مثبته اعلى من الموضوع او الشخص اللي دا نصوره، وراح تنطينا نتيجه الموضوع راح يكون اصغر مما هو في الحقيقه. يعني مثلا احنا دا نصور شخص من الاعلى، مثل ما نصور سيلفي مثلا، نشوف نفسنا اصغر مما احنا بالحقيقه. زاوية في مستوى النظر اللي هي تكون فيها الكاميرا أمام الشخص مباشرة أو الموضوع، راح تنطينا نتيجة أنه تكون الأشياء بحجمها الطبيعي ومثل ما تشوفها العين البشرية. ثالث زاوية هي زاوية تحت مستوى النظر، واللي تكون فيها الكاميرا موجودة تحت الموضوع اللي دا نصوره وموجهة للأعلى. بهاي الزاوية راح تنطينا النتيجة الموضوع راح يكون أضخم وأكبر مما هو عليه فيها الحقيقة، يعني أضخم مما احنا نشوفه بعيننا. مثلا نصور شخص ونحط الكاميرا اللي جوا راح نشوفه بين أكبر مما هو عليه في الحقيقة. سابعاً هو عدم استخدام زوم كاميرا التليفون. مثل ما نعرف الزوم هو تكبير الصورة اللي قدامنا، بس الزوم اللي موجود بالتليفون هو زوم وهمي ويقتص من الصورة ومو يكبرها، بالتالي راح نحصل على ريزوليوشن ضعيف وراح تصير الصورة مشوشة ومو واضحة، فنبتعد عن استخدام زوم التليفون. وذلك ما عدا اكو تليفونات حديثة مثل جالكسي كي زوم اللي هو تكون الكاميرا مالته بها عدسة زوم حقيقية، يعني ممكن تطلع وتطب من نريد نصور، هاي الحالة مختلفة راح تعطينا زوم حقيقي وصورة غير مشوشة. ثامن نقطة لازم ننتبه لها من نصور بكاميرا التليفون هو عدم استخدام الفلاتر الموجودة بالسوشيال ميديا اللي هي مثل الانستغرام والفيسبوك. هاي الفلاتر هي قوالب جاهزة، من نحطها على الصورة راح يشوف اكو ملايين الصور بالسوشيال ميديا مشابهة لصورتنا، بالتالي ما راح نحس انه ذوقنا موجود بهاي الصورة. فأنصح باستخدام البرامج الموجودة بالتليفون
التليفون لمعالجة الصورة، بس مو كل هاي البرامج جاهزة انه تنطينا صورة احترافية بكاميرا التليفون. مثلا برنامج سناب سيد هو برنامج احترافي جدا، وعن تجربتي الخاصة راح نشوف انه من ميزاته ما يضغط الصورة، يعني ما يقلل من حجمها، بالتالي يعني نحصل على صورة بنفس الوضوح اللي التقطناها، وهذا مو كل البرامج يسوون هيجي. ايضا الفلاتر اللي بيه هي فلاتر مو عبارة عن قوالب، وانما احنا اللي نتحكم بيها، يعني احنا اللي نصنع فلترنا بنفسنا مثل ما موجود ببرنامج الفوتوشوب. وبنهاية الدرس أحب أشكر كل من تابعني، وأهم شي يا رب تكونون استفاديتوا من الدرس، لأن هي هاي الرسالة اللي أريد أوصلها. لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك على الفيسبوك. مع السلامة.